السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل اكلة بسيطة. هنعمل مع بعض فاصوليا ورز بالشعرية ومعاها لحمة محمرة، بس هنحمرها ان شاء الله في الفرن. تمام. معايا هنا الفاصوليا، غسلتها كويس جدا وقطعتها بالوربات. ده احسن شكل تعمليه للفاصوليا، تقطيع وربات. بيديها شكل حلو. ومعايا طماطم هنعصرها ونعملها بوريه. ومعانا البصل اللي احنا هنستخدمه. انا ما بستخدمش كميه كبيره من الطماطم للفاصوليا بالذات، يعني عشان ايه؟ انا بحب طماطمها خفيفه شويه. معانا حله هنرفعها على النار، فيها شويه من الميه، حطيناها تغلي. احط عليها بصله مخرطاها كده عشان هنسلق فيها اللحمه. معلقه من الفلفل الاسمر، اسيبها تغلي وبعدين اسقط فيها اللحمه. طبعا مش هنحط الملح دلوقتي الا لما اللحمه تغلي شويه كده، اللي هي الميه غلت. هننزل بقى باللحمه نسلقها، تسيبها بقى تستوي مع نفسها. بس انا نسيت هنا احط معلقه صغيره من بهارات اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي البهارات السبعه. فرجعت تاني فتحت وحطيتها. تمام، معلقه صغيره قوي. ما تكتريش النكهه بتاع اللحمه عشان ما تغيريش نكهه اللحمه. تمام كده. على حله تانية نرفعها على النار. قطعنا البصل رفيع جدا. حطينا شويه من الطماطم اللي احنا كنا عصرناها، فلفل اسمر. هقلبهم بقى كده شويه مع بعض. هنزل بشويه من الملح واقلبهم برضو مع بعض. انا مش هسبكها خالص، انا عايزاها هتبقى ني في ني، يعني كله 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 على بعضه. تمام. انا بس يا دوبك بشوحها مع بعضها تشويحه خفيفه كده. هنزل بقى بالفاصوليا كلها. انا معايا هنا كيلو ونص فاصوليا، استخدمت له كوبايه من اللي هي 250 مللي دي عصير طماطم. طبعا ده بيبقى حسب اختيار حضرتك وحسب انت بتستطعميها ازاي، بس احنا هنا عندنا بنحب الطماطم بتاعتها خفيفه شويه. تمام بالشكل ده كده. وهقلب، انا مبحطش حاجه اكتر من كده، ملح وفلفل اسمر بس مع الطماطم والبصل. هشوحها شويه وبعدين اروح مزوداها بقى وظابطه ايه الحياء بتاعها. محتاجه ملح تاني احط لها ملح. المهم ان انت لما تيجي تسويها ما تسويهاش قوي، يعني خلي فيها ايه قرشه شويه، لان بعد كده لما تيجي تغليها تاني هي بتستوي بسرعه، فما تكتريش عليها الغليان قوي بزياده. تمام. تغلي غلوتين وبعدين نطفي عليها. هنيجي هنا نعمل الرز. هنحمر الشعريه. الطريقه دي طبعا ما فيش بيت في مصر ما بيعرفش يعمل الرز. طريقته سهله وبسيطه، وخصوصا البنات الصغيرين اول حاجه بيتعلموا الرز. تمام بالشكل ده كده. هنحمره وننشفه كويس جدا من المية اللي فيه، ونروح منزلين عليه الشوربة ونظبط الملح بتاعه بالشكل ده. يغلي غلوتين واروح ايه مغطيه عليه الغطا. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ظبطنا ملحه. هنكفي عليه الغطا بقى ونسيبه يغلي غلوتين. قرب ما يجي يشرب كده اروح حاطه تحته الشياطه بالشكل ده كده. كده لحمتنا طلعت من ميه السليق. هاخدها مع شويه من الطماطم على بشعره من الفلفل الاسمر والملح ومعلقه صغيره من الزيت، واروح لفها فيها وفي صينيه وادخلها الفرن تاخد لون. تمام، بلاش تحمير في الزيت او السمنه والكلام ده. كده الرز بتاعنا استوى والفاصوليا بتاعنا جاهزه والاكل بتاعنا كده الحمد لله تمام. بألف هنا وشفا للأكل يا رب. ويا رب الفيديو ينول إعجاب حضراتكم. فيديو بسيط وسهل وسريع. إن شاء الله ينول إعجاب حضراتكم. خفيف. المهم معلومة عندي عن الفاصوليا ان انتي ما تزوديش فيها السوا علشان ما تبقاش طرية قوي، يبقى فيها قرشة بسيطة. لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.